تشيرنوبل، اللحظة التي احترق فيها الصمت في الساعة 1:23 بعد منتصف الليل 26 من أبريل عام 1986. كان كل شيء هادئا في مدينة بريبياد، مدينة صغيرة في أوكرانيا بناها الاتحاد السوفيتي خصيصا للعاملين في محطة نووية عملاقة. لم يكن أحد يعلم أن تلك الليلة ستغير العالم. داخل المفاعل رقم 4 كان المهندسون يجرون اختبارا روتينيا، اختبارا بسيطا أو هكذا ظنوا، لكن خلال ثوان تحول الخطأ إلى كارثة. انفجار هائل أضاء السماء بلون أزرق غريب. انفجار لم يكن مجرد حادث صناعي، بل كان بداية أسوأ كارثة نووية في التاريخ. مفاعل تشيرنوبل انفجر. لم يفهم رجال الإطفاء الذين وصلوا أولا ما الذي يحترق. لم تكن نارا عادية، بل كانت إشعاعا غير مرئي قاتل. أمسكوا بقطع من الجرافيت بأيديهم، ظنوا أنها مجرد حطام. خلال ساعات بدأت أجسادهم تتفكك من الداخل. السلطات السوفيتية التزمت الصمت. لم يتم إجلاء السكان فورا. استيقظ الأطفال صباحا وذهبوا إلى مدارسهم تحت سماء مشبعة بالإشعاع. بعد 36 ساعة صدرت الأوامر بالإخلاء. قيل للناس ستغادرون ل3 أيام فقط، لكنهم لم يعودوا أبدا. تحولت بوريبيات إلى مدينة أشباح. ملاهي الأطفال ما زالت واقفة، البيوت كما تركها أصحابها، الطعام على الطاولات، والزمن متوقف. امتد التلوث الإشعاعي عبر أوروبا. آلاف الجنود والعمال الذين سموا لاحقا المصفين أرسلوا لاحتواء الكارثة بلا حماية كافية، بلا معرفة حقيقية بالخطر. ضحى كثيرون بحياتهم ليمنعوا كارثة أكبر. حتى اليوم ما زالت المنطقة المحيطة بتشيرنوبل غير صالحة للسكن. الطبيعة استعادت المكان، لكن الإشعاع